في تطور غير مسبوق، كشفت وسائل الإعلام الجزائرية عن تورط السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر غزافييه دريانكور في فضيحة فساد كبيرة تتعلق ببيع ممتلكات تابعة للدولة الفرنسية بأسعار زهيدة لصالح رجل الأعمال الجزائري المدان رضا كونيناف. هذه القضية التي جرت أحداثها خلال فترة عمل دريانكور في الجزائر بين عامي 2008 و2012 أثارت موجة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول الامتيازات الفرنسية في الجزائر ومدى شفافيتها. وبحسب التقارير المسربة، قامت السفارة الفرنسية في الجزائر عام 2011 ببيع عقار استراتيجي في العاصمة الجزائرية بمبلغ أقل بكثير من قيمته الحقيقية. تتعلق القضية بقطعة أرض تبلغ مساحتها 10,2017 مترا مربعا تقع في حي راق ببلدية الأبيار، وتضم فيلا معروفة باسم الزبوج، وهي ملك للدولة الفرنسية منذ عام 1936. تم بيع هذه الممتلكات لرجل الأعمال رضا كونيناف، الذي كان في تلك الفترة أحد رجال الأعمال النافذين في الجزائر، بمبلغ 500 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 50 مليار سنتيم. الغريب في الأمر أن سعر البيع كان منخفضا للغاية مقارنة بالسعر الحقيقي للعقار، حيث قدرت مصالح العقار في الأبيار قيمة المتر المربع ب230 ألف دينار جزائري، في حين تم بيعه ب47,545 دينار جزائري فقط للمتر الواحد. الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد أكدت مصادر موثوقة أن السفير الأسبق دريانكور تلقى رشوة ضخمة قدرت ب2 مليون يورو لإتمام الصفقة، ما يؤكد وجود تلاعب كبير في إجراءات البيع لصالح جهات نافذة داخل الجزائر. مع تفجر هذه الفضيحة، تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا، إذ اعتبر هذا الملف حلقة جديدة في سلسلة من القضايا التي تكشف عن استغلال النفوذ الفرنسي في الجزائر، وهو ما لم يعد مقبولا في ظل التوجه الجديد للسلطات الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تبنى نهجا صارما في محاربة الفساد واستعادة السيادة الوطنية على كافة الأصعدة. رد فعل الجزائر لم يكن تقليديا، حيث أمر الرئيس تبون بإحالة الملف إلى العدالة الجزائرية، مع التأكيد على ضرورة محاكمة السفير الفرنسي الأسبق دريانكور داخل الجزائر. هذا الطلب يعتبر خطوة جريئة وغير مسبوقة، إذ لم تعتد الجزائر على المطالبة بمحاكمة مسؤولين فرنسيين على أراضيها، وهو ما يعكس التغير العميق في سياستها تجاه النفوذ الفرنسي في البلاد. لم تتوقف تبعات هذه القضية عند حدود التحقيق في فساد السفير الفرنسي الأسبق، بل دفعت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات أكثر شمولا تتعلق بمراجعة كافة الممتلكات العقارية التي تستغلها فرنسا في الجزائر. وفقا للتقارير، تمتلك السفارة الفرنسية في الجزائر أكثر من 61 عقارا، بعضها يقع في مناطق استراتيجية بالعاصمة الجزائرية، ولم يتم استغلالها منذ عقود. الأخطر من ذلك أن السفارة الفرنسية تسيطر على أكثر من 24 هكتارا في مرتفعات الجزائر العاصمة، أي ما يعادل أكثر من 100 ألف متر مربع، يتم تأجيرها بأسعار رمزية جدا، ما يعني أن فرنسا كانت تستفيد من هذه العقارات دون دفع ما يعادل قيمتها الحقيقية. هذه الحقائق دفعت السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات العقارية المبرمة مع فرنسا، مع احتمال مراجعة عقود الإيجار أو حتى استعادة بعض العقارات التي لم يتم استغلالها بشكل قانوني. حتى الآن لم تصدر الحكومة الفرنسية أي تعليق رسمي على هذه الفضيحة، لكن الدوائر الدبلوماسية في باريس تراقب الوضع بحذر. إذا أصرت الجزائر على محاكمة دريانكور داخل أراضيها، فقد يشكل ذلك سابقة خطيرة قد تدفع فرنسا إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية للضغط على الجزائر. في المقابل، ترى بعض الجهات أن الجزائر اليوم ليست كما كانت في الماضي، فهي تتبنى سياسة ندية مع القوى الكبرى، ولم تعد تقبل بأي امتيازات غير مبررة. لهذا قد تجد فرنسا نفسها مجبرة على التفاوض مع الجزائر بطرق جديدة، بعيدا عن السياسات القديمة التي اعتمدت على النفوذ والضغوط السياسية. القضاء الجزائري يدرس حاليا إمكانية إصدار مذكرة توقيف دولية بحق غزافييه دريانكور،
وهو ما قد يشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الفرنسية. في حال صدور المذكرة ستصبح فرنسا أمام خيارين: إما الرضوخ للمطالب الجزائرية وتسليم دريانكور لمحاكمته في الجزائر، وهو ما قد يسبب أزمة سياسية داخل فرنسا، وإما رفض التسليم واحتضان السفير الأسبق، مما قد يؤدي إلى توتر دبلوماسي خطير بين البلدين. وفي كلتا الحالتين فإن هذه القضية ستؤثر بشكل عميق على مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا. التأثيرات المحتملة على رجال الأعمال الفاسدين في الجزائر، لا شك أن هذه القضية ستترك أثراً عميقاً على مناخ الأعمال في الجزائر، حيث أصبحت الحكومة أكثر تشدداً في محاربة الفساد. من المتوقع أن يخضع رجال الأعمال الذين كانت لهم ارتباطات مشبوهة مع مسؤولين فرنسيين لمراجعة دقيقة، وقد يتم إعادة فتح ملفات فساد قديمة مرتبطة بصفقات تجارية مشبوهة بين الجانبين الجزائري والفرنسي. ما يجري اليوم في الجزائر يظهر تحولاً جذرياً في طريقة تعامل الدولة مع فرنسا، حيث لم يعد النفوذ الفرنسي داخل الجزائر محمياً كما كان في الماضي. هذه الفضيحة ليست مجرد قضية فساد مالي، بل هي رمز للتغير العميق في العقلية السياسية الجزائرية التي لم تعد تتسامح مع أي شكل من أشكال الهيمنة الفرنسية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الدبلوماسي. ما رأيكم في هذه القضية؟ وهل تعتقدون أن العدالة الجزائرية ستنجح في استعادة حقوقها ومحاكمة المتورطين؟ أخبروني بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم أحدث المواضيع والأخبار الحصرية. كان معكم MN Studio DZ، نراكم قريبا في فيديو جديد.